لله الذي جعل بابه مفتوحا لكل من قصده وأتاه، وحصنه موئلا لكل من لاذ به ودعاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وأتم النعمة علينا بأعظم منهاج شرع. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عطر لسانك بالصلاة على الذي أحيا الليالي بالصلاة وقام، وسرى إلى الأقصى الشريف بليلة، ثم التقى بالمرسلين إماما. إن الكريم إذا ذكرت محمدا يكفي الهموم ويغفر الآثام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبك ونبيك القائل: ما اختلط حبي بقلب أحد فأحبني إلا حرم الله جسده على النار. وعلى آله وصحبه صلاة تديم بها فينا نعمة حبه، يا حليم يا كريم يا غفار. أما بعد، يا أحباب رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. ببركة هذا الشهر المبارك جدد لنا أحوال الاستقامة معك، حتى نكون من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فنستبشر ونبشر بالملائكة في ركابنا، ونبشر بأننا في عين العناية الربانية ووسط الرعاية السماوية. إن الذين قالوا ربنا الله قولا ثم استقاموا فعلا، فجمعوا بين أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تطبق مقتضيات هذه الشهادة فتكون مستقيما كما أمر سيدنا ومولانا رسول الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوها قولا ثم سروا على ذلك فعلا، فلا يناقض قولهم فعلهم ولا يناقض فعلهم قولهم. وهذا هو المؤمن. النتيجة: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، حتى وهو في الضيق، حتى وهو في الأزمة، حتى وهو في مرض، تجد له حال أنس بالله تبارك وتعالى. لا ضيق ولا اكتئاب ولا حزن ولا خوف. ألا تخافوا ولا تحزنوا، بل وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من وليك؟ من القائم على أمورك؟ من الذي يعتني بك؟ سفراء الحضرة الإلهية. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لن تكون معتنا بك فقط في الآخرة وأنت تستقبلك أنوار العناية الربانية، كنت عابدا، كنت مطيعا، كنت محبا، فتكرم في الجنة. هنا في الدنيا تكون في عناية الله وفي رعاية الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يا رب لا تحرمنا من هذه المرتبة، لكن مفتاحها أن تقول ربنا الله وتستقيم على ذلك، أن تكون على قدم الأولياء. من هم الأولياء؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا جمعت بين الإيمان القلبي وأن تقول ربنا الله وتتقي الله، وهو قولك ربنا الله ثم استقاموا. التقوى عرفها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، فقال: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل
والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. رباعية إذا ما اجتهدت في تطبيقها وتفعيلها في حياتك ومسارك وفي كل خطواتك لا تنتقي أوقات التقوى وأوقات المزاج وأوقات أن تكون على عاداتك ومألوفاتك، لا، أن تخاف من الجليل في كل وقت وحين، وأن تعمل بالتنزيل في كل وقت وحين، ليس في المسجد فقط، في التراويح فقط، ليس في مجالس الذكر فقط، أن تكون تابعا لسنة رسول الله ناظرا في أحكام الله في كل خطواتك. لا تأخذ دينا على مزاجك، ما يسمى بالتدين المزاجي. التدين دين سور مزور كما تريد، في أوقات تأخذ ما تريد من الدين، العمرة زوينة، الصدقة زوينة، لكن الاختلاط لا بأس، لكن الربا لا بأس، لكن المعاملات بما لا يرضي الله. الدين جزء لا يتجزأ، تأخذه كما هو، تتقي الله في كل الأحوال، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، القناعة والاستعداد ليوم الرحيل. هذه معالم التقوى. فإذا كنت من المتقين كانت الملائكة في ركابك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قلنا في الخطبة الماضية أن شهر رمضان شهر النظرة. من بشائر سيدنا رسول الله كما روى ذلك البيهقي أن في رمضان لله نظرة في عباده، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. هذه النظرة نعيش معها ونذكر أنفسنا بها. فإذا نظر إليك ووجدك من المتقين كانت الملائكة في خدمتك وركابك. هذه النظرة كانت لزمرة من أصحاب رسول الله وهم مع سيدنا ومولانا رسول الله. نظر الله إلى قلوبهم وإلى صفائهم وإلى أحوالهم وإلى نياتهم وإلى تضحياتهم وإلى إنفاقهم أموالهم وحياتهم ومهجهم في سبيل الله، فجعلهم في أعلى عليين. صحابة رسول الله الذين خاضوا معه غزوة بدر، يذكرنا هذا التاريخ غدا إن شاء الله 17 رمضان في غزوة عظيمة جليلة أهلها نالوا الحظوة السامية والمرتبة العالية لتضحياتهم ولصفاء قلوبهم ولتذللهم بين يدي ربهم، فنصرهم الله في يوم الفرقان. يوم الفرقان فرق الله فيه بين الحق والباطل. زمرة مع سيدنا ومولانا رسول الله من المهاجرين والأنصار في السنة الثانية للهجرة، حينما سمع الصحابة مع رسول الله بخروج أو رجوع قوافل قريش وهي تحمل خيرات الصحابة الذين اضطهدوا والذين نهبوا وسلبوا أموالهم ومتاعهم وتجاراتهم، فقرروا أن يخرجوا لاسترداد بعضها من هذه القافلة يقودها أبو سفيان. فلما سمع أبو سفيان بزمرة المؤمنين وقد خرجوا 313 تقريبا من الصحابة مع سيدنا ومولانا رسول الله بعدة قليلة وبزاد قليل، لكن بمدد كبير، لكن بصفاء قلوب، لكن بنظرة من الرب المعبود. أبو سفيان سمع بخروجهم فانحرف إلى ساحل البحر وطلب المعونة من مكة، فخرج أبو جهل وخرجوا كفار قريش في أزيد من 1000 من الجنود وأزيد من 70 من الفرسان والجمال الكثيرة والزاد والعتاد والأسلحة. فلما انحرف أبو سفيان إلى ساحل العاج قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود ويرجع. أبو جهل قال لا، نكمل حتى وإن كانت القافلة قد نجت، نكمل ونذهب ونصل إلى بدر ونشرب الخمر ونعزف المعازف هناك وتغني الجواري ويعلم العرب أننا على قوة فيهابنا العرب دائما. فاستمروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه ما ظنكم؟ فسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر والمقداد كلهم قالوا نحن معك يا رسول الله. فأعاد السؤال صلى الله عليه وسلم، ففهم الأنصار وعلى رأسهم سيدنا سعد بن معاذ أنه يريد الأنصار، لأن الأنصار استقبلوا رسول الله ونصروه داخل المدينة المنورة، وكان اتفاقهم أن يكونوا مع رسول الله ناصرين له في المدينة المنورة لا خارج المدينة المنورة. ففهم سعد بن معاذ قال كأنك تريدنا يا رسول الله، كأن سؤالك لنا ماشي للمهاجرين، تريدنا يا رسول الله. يا رسول الله أنا من الأنصار وأتحدث عنهم، امضي بنا حيث شئت يا رسول الله.
وخذ من أموالنا ما شئت يا رسول الله، وأعطنا منها ما شئت يا رسول الله، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما أعطيتنا، وخذ بنا يا رسول الله ما شئت، ولو أخذت واستعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك يا رسول الله. ابتهج سيدنا محمد بهذا الخطاب، بهذه البطولة، بهذا الوفاء، بهذه الاستقامة، بهذا التقوى الذي أنزل الملائكة من السماء ليكونوا في ركاب المسلمين. فخرجوا والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم ويقول لهم: لقد وعدني الله تعالى إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم، رأيت النصر والتأييد من الرب الكريم سبحانه جل في علاه. جاءت هذه المعركة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، هو مبشر بالنصر والتأييد، وفي الليلة التي سيقومون فيها إلى الجهاد يناجي ربه ويدعو: يا ربي إن تهلك هذه المجموعة، هذه العصابة، فلن تعبد في هذه الأرض، يا رب نصرك الذي وعدتني. بمعنى حتى وإن بشرت بالبشائر ابقى دائما تدعو في باب ربك، فالدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة. وسيدنا أبو بكر يقول: اشفق على نفسك يا رسول الله، حسبك مناجاتك لله يا رسول الله، لينصرنك الله كما وعدك. وفعلا خاض المسلمون تلك المعركة وظهرت فيها معالم البطولة والشهامة والشجاعة، مواقف عجيبة. سيدنا عكاشة بن محصن هذا صحابي يجاهد بسيفه فانكسر سيفه وانقطع، فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه جدلا من حطب عود، قال: قاتل بهذا يا عكاشة، قاتل بهذا. هذه الكلمة من رسول الله. قال: فإذا بذاك العود في يده صار سيفا أبيض الحديد طويل القامة قوي المتن، فقاتل به وانتصر. قاتل به، قالوا هذا السيف كان يسمى العون، وعاش معه مدة طويلة حتى استشهد رضي الله عنه هذا الصحابي في حروب الردة. فيما بعد عاش معه هذا السيف الذي فيه حال الإذن من رسول الله. قاتل، ونال بذلك الصحابة الذين جاهدوا وكانوا مع رسول الله في هذه الغزوة نالوا حظوة عظيمة. سيدنا حارث بن سراقة من شهداء بدر شهداء 14، لكنهم عند الله تبارك وتعالى في حظوة عالية، بل أهل بدر جميعا لهم بشارة عجيبة. ومن ذلك أن سيدنا حارثة هذا كان أصيب بسهم فاستشهد، فجاءت أمه أم حارثة قالت: يا رسول الله قل لي ابني في الجنة فأصبر، أو هو على غير ذلك فأجتهد في الحزن عليه. قال لها: يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. كانت بشارة. لكن هؤلاء الذين بشروا بهذه البشائر كانوا من أهل التذلل لله. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بمعنى قليل العدد، بمعنى كنتم قليل العدد وقليل العدة، هذا معنى. لكن هناك معنى أعمق: كنتم متذللين لله. ابقى على باب ربك متذللا يأتيك النصر. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. إياك أن تعجب بنفسك أو بعلمك أو بمالك أو بوجاهتك أو بمنصبك أو بذكائك أو بفطنتك. ابقى دائما متذللا على باب ربك وقل: وما توفيقي إلا بالله. بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع، فبحق من أحببته واصطفيته وأجبت دعوة من به يتشفع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. اللهم الطف بنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وألحقنا بأهل بدر في العتق وفي الحظوة وفي الغفران يا أكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الصالحون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فبالتقوى نصل إلى الله. أيها الأحبة، روى البخاري من حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر
فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في رواية أنه جيء برجل من الصحابة إلى رسول الله وقد ارتكب خطيئة، فقام الصحابة يريدون أن يعاقبوه، فقال لهم هل شهد بدرا؟ قالوا نعم. قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. وما كانت هذه البشارة إلا لأهل بدر، ولذلك هم لهم حظوة خاصة ولهم بشارة محمدية خاصة. لماذا؟ لأن الله نظر في قلوبهم، نظر في أفئدتهم، وجدهم أذلة على الله تبارك وتعالى، وجدهم في وفاء لنصرة هذا الدين. ونحن قلنا أن الله ينظر في أهل هذه الأمة المحمدية في رمضان. لذلك نريد أن يرانا ربنا دائما وأبدا على ما يرضيه، أن ينظر إلى حالك ويجدك ذاكرا لله، أن ينظر إلى حالك ويجدك مقبلا عليه، أن ينظر إلى حالك ويجد في قلبك اليقين. لا تشك في رزق الله ولا تضطرب بأحوال الدنيا، ابق متوكلا على الله. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس ينقصني وإن كان في البحار العوامق. ما دام ربك خالقك رازقك أبقي هذا اليقين في قلبك، يقين ينظر الله تبارك وتعالى فيه، كما كان لهؤلاء الصحابة يقولون سر بنا يا رسول الله. ومواقفهم عجيبة، ومنهم الطفل الصغير الذي بكى، أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص عمير، يبكي لأن رسول الله لم يوافق أن يخرج، فلما رآه يبكي ورأى هذا الشوق إلى لقاء الله أذن له فكان من شهداء بدر. مواقف عجيبة جدا تظهر مدى أهمية أن ينقي الإنسان قلبه ليحظى بنظرة من ربه. يقين في الله تبارك وتعالى. فلنجعل رمضان موسما لتجديد هذا اليقين، وتجديد معنى الاستقامة التي ذكرنا، وتجديد معالم التقوى كما تحدثنا. هذا المعنى الذي يجب أن يكون عندنا وفي بيوتاتنا وبين أهلنا. يذكر أهل السير والتراجم عن الإمام الكبير والزاهد الشهير حاتم الأصم رضي الله عنه وارضاه. كان علما وكان إماما وكان صاحب همة وصاحب قوة باطنية، قوة روحية، همة عالية. قالوا هزه الشوق إلى زيارة رسول الله وحج بيت الله الحرام، وأراد الخروج في موكب وليس له من الزاد الشيء الكثير ليتركه لأهله، فجمع أولاده وبناته وقال لهم هل تأذنون لي لأقصد بيت الله الحرام وأحج بيته سبحانه؟ قال وأترك لكم هذا من الزاد والله تعالى سيرزقنا. وكأنهم طربوا، يعني هذا الزاد الذي سيترك لهم ربما لا يكفي لتلك المدة التي سيتغيب فيها. لكن بنتا من بناته كان لها حال اليقين الذي نتحدث عنه، وكانت صاحبة خلق رفيع وصاحبة حال مع الله ذاكرة لله، فقالت امضي يا أبتاه دعوه فسوف يتركنا لحي رزاق لا يموت. دعوه، فالأمر ليس بيده، حضوره وغيابه سيان، نحن يرزقنا الكريم الديان. دعوه سوف يتركنا لحي رزاق لا يموت. فوافقوا. مضت مدة، خلص الزاد، انتهى، صاروا يعني يتضوعون جوعا، ما بقي في بيتهم إلا الماء، فصاروا يلتفتون لها. أنت صاحبة الفكرة، أنت صاحبة التشجيع على هذه الخطوة، وكأنهم يلومونها وهي على ذاك اليقين. مر يوم واحد وهم في هذه الشدة، فإذا ببابهم يطرق في اليوم الموالي. فتحوا الباب فإذا برجل على خيله، على راكبا حصانه في موكب عظيم ومعه العديد من الحاشية والبطانة. قال لهم اسقونا ماء، في عطش شديد، اسقونا ماء، هل عندكم من ماء؟ قالوا والله ما عندنا إلا الماء. فدخلوا وأتوا بالماء وأعطوا وسقوه وسقوا الناس. فسعد الرجل، قال بيت من هذا؟ قالت البنات هذا بيت حاتم الأصم. قال حاتم الأصم الإمام العالم العابد الزاهد؟ نعم. أين هو؟ لا يوجد في الحج. فأخذ سرة من ذهب وفضة وألقاها عند باب البيت،
ثم التفت إلى حاشيته وإلى وفده وإلى موكبه، فإذا هو من؟ هو الخليفة أبو جعفر المنصور. التفت إليهم وقال: من كان يحب الخليفة فليصنع مثل صنيعه، من كان يحبني فليعمل مثل عملي. فكلهم طبعا يريدون أن يتشبهوا به وأن يأتمروا بأمره. كل منهم أخذ سرة من فضة، من ذهب، من مال، من كذا، وأخذوا يلقون هذه العطايا وهذه الهدايا في باب هذا البيت، ثم مضوا. فما استطاعت البنات والأولاد ما استطاعوا أن يغلقوا الباب من كثرة هذه العطايا وهذه الهدايا، فاندهشوا لذلك والتفتوا للبنت فقالت لهم: نظرة من مخلوق أغنتنا، فما بالكم لو نظر إلينا الخالق. نظرة من مخلوق أغنتنا، صيرتنا أغنياء. عطف من هذا الرجل. نعم، كل من أمر الله، لكن اليقين يجب أن يكون في الله. فما بالك لو نظر إلينا الخالق، ينظر إلينا نظرة تثبيت لقلوبنا وترسيخ لأقدامنا على منهج نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك